يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة القادمة في إياب دور ال32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد خسارة الفريق في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت في تنزانيا. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع فريق أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور ال32 لبطولة الكونفدرالية يوم السبت القادم 30 سبتمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قيادة طاقم تحكيم غاني لمباراة الزمالك القادمة مع فريق أرتا سولار الجيبوتي، كما حصل نادي الزمالك على الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مشجع للمباراة. وشهدت تدريبات الفريق مشاركة أحمد فتوح في جزء من التقسيم الفني بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها. ويحتاج نادي الزمالك للفوز على فريق أرتا سولار ب3 أهداف نظيفة لتأهل الفريق مباشرة لدور المجموعات، بينما في حالة الفوز بهدفين نظيفين ستتجه المباراة لركلات الترجيح، حيث لا بديل أمام نادي الزمالك سوى الفوز بفارق 3 أهداف للبقاء على آماله في استمرار مشواره في بطولة الكونفدرالية.